السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى مشاهدين في العالم جوه مصر وخارج مصر. قبل ما نقول رايحين نعمل ايه، صلوا على النبي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. حط اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد من مياد حنان وولا داوود. وحط اللايك يلا يا حلوه انتوا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. قبل ما اقول لك رايحه نعمل ايه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا واللي يصلي على النبي يحلم بكل حاجة هو نفسه فيه. انا بشكر كل كومنت كتب لي احلى كومنت حلو. انا بشكر انتوا فعلا، انتوا الكومنت بتاعكم حلو. وانا طبعا قرات كومنت كلكم. هتقولوا انت امتى يا رنات؟ انا يا جماعه بقيت خلاص المغرب. هتقولوا لي انت كنت فين؟ اقول لكم انا اسفه بقى ان انا ما سلقتش معاكم الحاجه، وما سلقتش معاكم البطاطس ولا البيض ولا غسلت معاكم الرز. هتقولوا لي ليه يا رنات؟ هقول لكم طبعا يا جماعه انا كنت في دروس لسه جايه دلوقتي. فقلت بقى يلا يا حلوه انتوا قاعده بقى زهقانه بقى يا جماعه، قلت بقى اطلع فرفش مع مين؟ مع متابعين الحلوين. طبعا يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الله اكبر الله اعظم. استنوا انا معايا قولي لي دولت. هقول لك لا يا حلوه انتوا لسه معايا ادي الحله فيها والحله بالتشوش يا جماعه. فانا بقى فانا همسك البطاطس بتاعتي، يعني هشمها ايديا كده كده اهو. وطبعا يا حلوه انتوا يا بشكر كل حبايبي، او يعني او حد في تالتة اعدادي ونجح من متابعيني. طبعا ربنا ينجحكم كمان وكمان، وقبل بقى الشهادة الكبيرة طبعا بقى. ونجاح مبروك لمين؟ لبتوع تالتة اعدادي. واحلى زهروطة واحلى كومنت شفته هو دي فعلا الكومنت الحلو. طبعا يا جماعه انا ادي البطاطس بتاعتي اهي، فانا بمسكها كده 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 اقشرها اهي كده اهو. يعني هتقول امال فين خليكم مع عبد ما طلعتش معاكي ليه يا رنوده؟ خليكم مع عبد يا جماعه عند الطيور. هتقولي كل يوم عند الطيور، اقول لكم بقى اعمل لكم ايه. خليكم مع عبد برضه. اللي بتسلي وقتها فين؟ تقول لك اسلي وقتي فين؟ عند الطيور. ما انا ماليش بقى اللي الا الطيور النهارده. فانا بقى كده كده يا جماعه بسرعه كده كده زي ما انتم شايفين. انا ولا ولعت نص طاسه ولا عملت اي حاجه، بس انا هولع الطاسه جنب مني بص المخلط بس. وانا بقشر البيض فانا هولع الطاسه يا حلوه انتويه، الطاسه الشقيه الحلوه بتاعتنا. فين هولع زي ما انتم شايفين كده اهو. يلا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واي متابعين عندي هنا في القناه ولاد او حد عنده في تالتة اعدادي او في تانية اعدادي او حتى في الابتدائي ونجح، طبعا الى نجاحكم كمان وكمان. وطبعا وقبل بقى الشهادة الكبيرة بتاعت الكلية. طبعا دي بقى الحاجة بقى اللي الناس كلها بتستناها يا جماعة. عقبال بقى الشهادة الكبيرة بقى يعني. طيب يا تالتة اعدادي برضك شهادة كبيرة برضك وحلو، بس بقى الكلية بقى والثانوي بقى وبتوع الثانوي ينجحهم اللهم امين. ينجحهم طبعا. طبعا يا حلوة انتوا انا لسه معايا دي واحد اتنين، يعني لسه معايا شوية يعني. فالمغرب بيقولوا يا جماعة قرآن المغرب بيقول فخليكم عبد يا جماعة عشان ما بتعرفش تصور يعني. فهي ما صورتش مع اخويا تسلق البطاطس ولا بتعمل حتى معاكم البطاطس. وانا غاسله الرز بتاعت مهيسه على اخر المغرب يا جماعه. غاسله الرز بتاعي خليكم مع عبد طبعا غسلهولي ومجهزه لي الحاجه كلها لما اجي. طبعا كده يا جماعه. طبعا عايزه الفيديو تبقى نار 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 ضربي نار ضربي نار ضربي نار. طبعا كده يا حلوه انتوا شوفوا. طبعا دي كمية البطاطس معايا اهي، بس لسه برضك معايا يعني شوية. فكده اهو يعني بقى يا حلوة انتوا هتقولي انت مش باينة ليه يا ريت؟ لا مش باينة لكم، بس البطاطس بقى يا جماعة. وغير كده كمان الحلة يعني عشان الحلة كبيرة فهي يعني مش هتبان. فانتوا شايفين كده اهو كده اهو كده اهو.
كده كده حلوة انتوا هي. وطبعا صحيح ونسيت حاجة، ندعي لغزة وفلسطين ويمن والسودان وجميع الدول العربية الإسلامية بخير، والسنة اللي داخلة علينا جديد اللي تكون سنة سعد وهنا وفرح وكل حاجة، يعني ما يكونش يعني سعد وهنا وفرح. وايه حلوة انتوا وهي. يلا ما تيجي يلا صلوا على النبي، اكتبي لايك وكومنت وفعل الجرس عشان مين النودة. فانا طبعا انا الكمية بتاعتي كلها ما عادش معايا، بس منها اللي هما يعني شوية في طبعا يعني اهي. فده كمية البطاطس المنورة بتاعتي. فيلا بينا نولع الطاسة، هولع وارجع لكم تاني. طبعا يا جماعة الله اكبر الله اعظم يا ستة ودهم لله. انا طبعا بعد بقى ما ولعت النار بتاعتي حلوة انتوا وهي. طبعا بعد بقى ما ولعت الطاسة بتاعتي اهي وايه، ويلا بينا هنشوف هنعمل ايه تاني. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. استنونا ما تروحوش بعيد. انا اداه ولعت على الرز بتاعي. تقولي لي هتعملي رز ايه يا رنات؟ قالكوا طبعا يا جماعه انا هعمل رز ابيض مع البطاطس بتاعتي ومع البيض ومع الايه ومع السلطه بتاعتي. هتقولوا ما حمرتش البطاطس ليه؟ اقول لكم طبعا يا جماعه انا مستنيه الرز بتاعي يستوى علشان اقدح عليه. تقولوا هتقدح عليه يا رنات؟ اقول لكم طبعا دي تقدر كميه البطاطس الحلوه بتاعتنا اهي. طبعا بقى هحمرها كلها معاكم واحمر طبعا البيض. واستنونا، اوعوا تروح هنا ولا هنا، استنونا ما تروحوش بعيد. مع دي ادي الزيادة اهي بتاعت الرز بتاعتي اللي انا هقدحها على الرز. وهتقولي يا منى هتحمري البطاطس في ايه النت؟ انا جبت الطاسه تانية. قلت بقى انا مش هفضل استنى الرز، جبت الطاسه التانية ولعت النار وحطيتها وحطيت عليها زيت. قلت بقى بالمره وانا بقدح الرز جنب مني احمر البطاطس جنب مني. فايه طبعا هما الاتنين اتقدحوا. فانا هنزل معاكم اهو طبعا بتاعت البطاطس طبعا بسم الله. وخليكم مع عبد نورت يا ولاد. فننزل كده الشروط يا ام عبده. طبعا بسم الله حتى نساء يا جماعه حطها على النار اللي هي الواطيه على رمله. دي بقى اللي خلت بقى يا جماعه قدحه محترمه. استنى ما تتقدم. فانا طبعا الرز بتاعنا معاكم اهو. الرز اهو ده الرز الابيض بتاعنا اهو. طبعا حلو انتوا. وده البيض بتاعنا اهو. وطبعا يلا بينا. هو يا حلوه انتوا داخل الخلقه يا حلوه واصل من جنب النار عشان النار ما تفقدش فيها يا حبيبتي. وتحطي كده وانت بتحطي الحاجه وتعلي بقى على الزياده يا نور عيني علشان الزياده تتقرح وتحمر البطاطس. انا عندي ديت يا جماعه انا مهديه عليها النار بالراحه. اما التانية انا معليه عليها. هتقول لما انت معليه على واحده ومهديه واحده ليه هناك دي خدت اضحيه اكتر يعني من اللازم. امال دي انا لسه حاطاها دلوقتي فانا معليه عليها النار. ودي انا مهديه عليها. لما ادي الرز بتاعي يستوى معايا هنزل عليه بالايه بالزيت. طبعا شوفوا يلا حط البطاطس. يلا انا اللي هحط البطاطس وارجع لكم تاني. يا حبيب قلبي بقى نزلت بالبطاطس بتاعتي. طبعا انا بنزل بكميه وكميه. انا نزلت اول كميه لسه معايا تاني كميه هنزل بها. مش لازم بقى نقدح على الرز ما تتقدح قوي عشان الزيت ما يبقاش نايم. شوفوا يا جماعه ده اللي فيها اتحمرت. هي اللي فيه حته بطاطسيه فيها اتحمرت والله. طب يلا طفي النار. طفيت النار بتاعتي يا جماعه. يلا بينا اقدح الرز وارجع لكم تاني يا جماعه. انا اهو بقى قدحت على الرز بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلوكم مع عبد بتقول لي الزياده ما اتقدحتش يا جماعه حقها. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ بشكر كل كل اخت جبرت بخاطر النهارده وباركت لمحمد على النجاه. ربنا يكبر بخواطركم ويصلح حالكم يا رب ويحقق لبتوع ثالثه ثانوي وكل ما يتمنوه. اللهم امين يا رب العالمين. حبيبه قلبي اللي بتقول لي محمد لو جايب مجموع حلو دخلتها تمريض. يا حبيبه قلبي انا سالت بالنسبه للتمريض هتجيب في تمريض على دلوقتي خاص. قالوا دلوقتي الشهادات بتاعه التمريض بتاخديها يعني تسافري بقى دول بره. لكن دلوقتي ما عادش هيبقى في وظايف ايه للتمريض. هل ده صح ولا هما بيضحكوا علينا؟ فمحمد قرر كان عايز يخش ثانوي عام بكالوريا. وبرضك سمعنا البكالوريا صعبه جدا. الفتوه هو اللي يخشها. فقال لي انا هخش ثانوي عام.
فاشهروا عليا في الكومنتات معاكم ايه 3 اراء. انا خيرته مشروع الميه، واكتبوا له بقى في الكومنتات مشروع الميه، او لو مجموعه جاب معايا تمريض ادخله تمريض، او ادخله ثانوي عام، او لو مجموعه جاب بترول ادخله بترول. والتنسيق على العموم لسه ما نزلش. حابه اخد اراء امهاتي واخواتي في الله في التعليقات. طبعا بقى بمناسبه ان احنا بقى ايه عندنا مناسبه النجاح، حابه برضك قبل اي شيء ادعي لكل سنه ثالثه ثانوي ربنا ينجحهم. اللهم امين يا رب. امي واخت حبيبتي اللي سالت لي ادعي لكل ثالثه ثانوي ولادها ربنا ينجحهم يا ربنا رب. ينجحهم. والله بدعي طبعاً لهم بخاطر طول النهار. فيهم، لان انا حسيت بالشهاده يا اولاد بتاعت ثالثه اللي كان عنده توتر وقلق، وقلبي دي كان هيقف ساعه طلوع الشهاده. فربنا يحقق لكل ام تعبت على اولادها كل ما تتمناه، ويحقق لكل طالب وطالبه في الثانويه العامه كل ما تتمناه، ويوقف لهم ولاد الحلال ويوفقهم يا رب في الدراسه بتاعتهم، ويدوا لكل واحد على قد تعبه ومجهوده. اللهم امين يا رب العالمين. بما اني بقى عشان ما نطولش بالفيديو، جينا النهارده لقينا عاملين رز بس محمره وحته مخلل وبيض وسلطه. وبيض وسلطه. جبت انا بقى طبق الكشري التاني المفضل اللي جبت لازم احطه. وجبت ايه كمان؟ وجبت الحواوشي اليمين برمان. انا جيت. ربنا يكبر بخاطرهم يا رب، على طول والله بالدنيا بيشيلوني وانا ماشيه. انا ربنا يكبر بخاطرهم. يعني والله كده من معاكي 300 جنيه ايه يا حبيبي؟ حق ده نصرفته. اللي دي يمتك هذا شيء يعني يعني بتجيب شوفي حاجه والنبي يعني شغل 3 ايام ولا يومين هم تصرفوا لا الشغل ما انا كملش ومحمد ساعة حسام بتاع امبارح والنهارده احنا صرفناه بيه. في ساعة. عملت ايه بقى؟ تاخدي ما صرفتش حاجه في حاجه مش مفيده، لا والله كل اللي جبته مفيد. أول حاجة أنا جبت امي مسكت رنات بنتي النهارده بكلمها في التليفون قالت ان ضربت رنات كسرت عليها المساحه. فحلفت ان انا اروح اجيب مساحه بايد زان عشان رنات لما تنحي فيها تكسر عليها المساحه. فحبيت اجيب لها كمان اضافه، عارفين جبت لها اضافه ايه؟ جبت لها كمان مقشه عشان لما تكسر المساحه تلاقي مقشه تكسرها برضه. طب ليه ما نجيب خرزانة أحسن ليه؟ لا ما هتحشي الخرزانه دي احنا جبناها. جبت ايه كمان يا علا؟ جبت حبايب قلبي للخاله حنان عشان تجيبيها الصبح بتبقى قايمه ربنا اللي عالم بيها الشكوى العمر الله مزله تعبانه. فشفت ناس معايا في الشغل جايبين ايه؟ جايبين الحزام او الشراب، دي شراب وبشوفه في التلفزيون، يعني بشوفه على طول في التلفزيون. الله اكبر الله اكبر. يعني الحاجات اللي معاك جاهزه عشان ما ازعلش. العيشه بتدن يا اولاد. الله اكبر الله اعظم ما عزتنا من الساعه 8 لما الساعه 9 طلع من المحل بالليل. الساعه 8 بس نزلت اجيب الحاجات اللي هي ناقصاني. جبت ايه يا علا كمان؟ جبت الشراب للخاله حنان ده اهو ب 250 جنيه. يلا يا بنت الله يكبر بخاطرك اقدر امشي حتى على علشان رجلي. يرد ايه؟ يرد رجليها. دي بكام؟ ب 250. ليه؟ يلا مفيش حاجه تطلع عليها. بيمشي لوحده؟ بس ربنا يجبر بخاطركم عند العبد وعند الرب وعند الحصى في الارض بحق جاه النبي على الله. كل اللي يكبر بخاطر حد ربنا يكبر بخاطره بحق جاه النبي بحق وكمان الاذان في 7 لا تركات. حزام عشان قال لي لو لو اتسع اتسع الحزام منها لان هيتسع. كده كده مع الوقت هو هيتسع. قال لك الحزام ده بس بقى يا عشان ما تربكش. الحزام ده اهو مع الوقت ما تلاقي دي اتسعت بيقول لك هي بتيجي على قد ايه؟ على قد بتاخد على قد الرجل. انا قلت له رجلها مليانه مش رفيعه. قام قال لي هي استك اصبر بس مش بنصور. قال لي هي استك فبتاخد ايه على وضع ايه؟ وضع الرجل. لا حياه ولا الصلاح ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الشهدوا يا اولاد ورددوا الاذان. رددوا الاذان يا اولاد. العيشه بتدن. فدي بتاخد ايه على وضع الرجل اهي تتنطط. فقال لي فيما بعد عن لما تتغسل يعني تستهلك فديت بتتسع. فقال لك الحزام ديت بيحل محل ايه؟ الوسع بتاع الايه؟ بتاع الرجل دي. يعني لو مثلا لو واحد رجله رفيعة ومحتاج ديت الأسك هيساعد معاه. شوفوا وجبنا ايه تاني كمان؟ أنا جايب فيه. استنى وجبت ايه كمان يا ولاد؟ في لسه هيطلع في الآخر. جايب ايه كمان؟ المعطر دوت جايباه للبيت اهو التسييق عشان يبقى ريحته جميله كده ايه الصبح قبل ما مسكين. انا على كل حال انا بنضف البيت مع الرد قبل ما بمشي. ده حبيب قلبي والله يعني. السكيب دوت لقيته جايبينه في المحل ويعجبني ريحته زي ريحه البرفان فرحت جبت اللي برضه دوت وجبت برضه معطر للبيت السكيب برضه غير المعطر ده اللي هو المعطر الجو والسكيب برضه نفس لونه ده انا جبته. تعال بقى شوفوا محمد حسام اختار لنفسه ايه وجاب لنفسه أنا جبت فيه. جاي فيل؟ أيوه جايب فيه. أول حاجة يعني معانا دوت اللي هو مضرب المسقفية أو بمعنى أصح مضرب البيض. يعني دي بيمشي الاتنين لازم معاك بتشوف دي المسقفية والبيض والكريم شانتيه.
انها تيجي تعمل كريمه او حاجه يعني. ماشي. تفتحها على ام محمد. انا قعدت بقول لك جنبي. علقت على ام محمد. عشان في الشغل هناك هما بيقولوا له ايه يا ابو محمد. هتيجي اما لا كده كده. ماشي اما انا اجربها هجربه محمد. دي بتاع البيض. دي بتاعت البيض. لا نزال لا بتلفش، هي بتنزل في حاجه تحت مصفيها. اهي شوف. بسم الله. بتتشحن دي ولا ايه؟ اه يا جايه تبتدي شويه يا ابني. لسه شغال. طبعا بيجي معاه شاحن تايب سي، يعني مش لازم الشاحن بتاعها. شاحنها لو اهو. الشاحن بتاعها ضاع، اي حد معاه تليفون اللي هو طالع جديد تايب سي بينفع عليه برضه. يعني ليه؟ ايه عشان التليفون بتاعي انا؟ اشحن لك كويس. لا واحنا مش عايزين نشحن بيها. اهو. لا، بس لا. راس بقى من عندنا بقى. مش مشكله يعني جت على الراس. والتانية بتاعت المسكوفيه. تكنولوجيا محمد ابني ماسك لي تكنولوجيا. لا انا معاش بالي تكنولوجيا. دي بتاع المسكافيه. وجاب لي قوه تاني بقى، قال لي يا ماما عشان ببقى عايزه ابقى شاي اجيب قهوه اجيب حاجه وانا في المحل. جاب له دي ب 85 جنيه. فيها ميه والله، عين فيها ميه. عين فيها ميه. جايب دي ب 85 جنيه هياخدها معاه المحل. طبعاً. كنت بقول له سيبها للثانوي يا محمد. قال لي لا هجيب ديت لان اوديه كله من شغل اولاد اللي جايبه لنفسه من شغله ما دفعتش فيه جنيه. قال لي لا انا هاخد جيب ديت وما اجي ان شاء الله رايح دروسي بعد كده والثانوي هجيب له واحده نضيفه. ايه رايكم بقى في الفنكحه اللي احنا رحنا خدنا مصروف امبارح والنهارده فنكحناها؟ استفدنا بحاجات، جبنا مقشه، جبنا مساحه، جبنا الام اهم حاجه اللي رجلها اما الشراب الطبي الام ماما الشراب الطبي النبي عربي يا حبيبي. وجبت معطر وجبت معطر جو وجبت ايه تاني يا ولان وجبت المساحه والمقش. دي اللي انا جبته. ايه رايكم النهارده حاجات خفيفه طبعا وبسيطة؟ حبيب قلبي المحل ده حاجته رخيصه طبعا، يعني ارخص من اسمه الزعيم في شربين في شارع السوق. محل الزعيم. حاجته حلوه بصراحه. اسمه محل الزعيم. كده يعني بقى ايه يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم ونور ده وحطوا لايكات وجميله كومنتات وتكتبوا الخاطر. اقول لكم سلام عليكم.